والله اخويا يزعل، والله صديقي يزعل، خليه يزعل 1000 مرة. زعله ما يقدم، بس زعل الامام يقدم ويأخر. شباب خليكم عنصريين، تعنصروا الامام زمانكم. خطبه صارت، فبعض الاصدقاء حبوا يجيبون، احنا نسميها عامه زين، يعني دول اللي شلون اقول، اللي يدقون بالدفوف. الولد ملتزم بس عنده يعني اصدقاء او كذا، ما اريد اذكر بتفاصيل حتى لا اجرح الاخرين. قال له لا، احنا لازم نفرح ولازم نجيب ولازم. انا هددته، اذا صار هذا المظهر انا ما اكون موجود. حلو. هو رافض، يشهد الحسين رافض، يعني مو دفاعا عنه، لكن احيانا تصير احراجات ابو علي. احنا عندنا فرد منطق يقول لك هي مره بالعمر، هي ما هاي المره بالعمر ايش راح تسوي؟ للاسف ما يدري انه هنا بدا التاسيس، انه انت بدات حياتك الزوجيه وتاسيسك للعائله من هاي النقطه، من اختيارك لزوجتك ومن الخطبه، لان هذه الخطبه انعقاد ارواح، مو قضيه اجساد. هذا العقد راح يتم بالارض، لكن الارتباط يتم في السماء، ارتباط روح بروح، صارت حليه، مو شيء سهل. فانت تبدا من انطلاقتك بما يغضب الله وآل محمد، وتشتري طاعه المخلوق بسخط الخالق، هذه طامه كبرى. لا نهونها ونكذب على ارواحنا. يؤثرون على انفسهم، مو انت تقول له بأبي انت وامي ونفسي واهلي ومالي، انت تقول. وين هذا؟ وين الفداء؟ انت بابسط الامور ما قدرت. خليه يزعل اليوم، بعد 10 ايام اصالح. طبيعي، ما يعجبني هذا المظهر، انا ما احب مظاهر كذا كذا كذا.